بيبدأ فيلمنا وبنشوف أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا، وبيكون رايح القصر بتاعه وبيكون معاه حراسة كتيرة جدا. وأول ما بيوصل بيروح عشان ينزل حمام السباحة بتاعه، وأثناء ما هو بيعوم بيشوف الساعة بتاعته فبيعوم عشان يشوفها. وفجأة بيطلع واحد وبيمسكه وبيخنقه وبيخلص عليه. وبنشوف إن واحد من الحراس لاحظ إن الزعيم بتاع العصابة ما بيتحركش، فالقاتل بيروح محرك إيده كده وكأنه بيعوم يعني عشان الحارس ما يشكش في أي حاجة. وبعدها بيخرج بسرعة من المكان وبيلبس شبه الحراس بتوع المكان كله عشان محدش يحس بيه أو ياخد باله منه. وبعد كده الحراس كلهم بيتلموا، فبيروح هو خارج من المكان وبيروح ياخد شنطة كان سايبها بره وبيجري على الجسر. وبيشوف مركبة معدية فبيروح ناطط من على الجسر وبيفضل ماسك في المركب لحد ما بيبعد عن المكان ده نهائي. وبعدها بيرجع أمريكا وبنعرف إن هو اسمه أرثر وإنه شغال في منظمة وبيكون شغلته إنه يقتل أي حد يعطل مصالح المنظمة دي. وبعد كده بيروح البيت بتاعه وبيتخلص من كل حاجة تخص العملية اللي هو لسه عاملها. وبنعرف إن هو بيحب يخلي أي عملية بيعملها وكأنها حادث عشان محدش يحس بأي حاجة، وده طبعا سر تميزه. وتاني يوم بيمشي وبيروح يقابل رئيسه في الشغل واللي اسمه هاري، وبيتكلموا مع بعض وهاري بيقول له ان انت بقيت عامل زي الآلة عشان كده ما بتغلطش خالص. وارثر بيروح سأله عن ابنه فبيقول له ان هو اتطرد من الشغل قريب بسبب ان هو كان هيموت واحد زميله. وبعدها هاري بيديله فلوس العملية بتاعته وبيسيبه وبيمشي. وبعد ايام ارثر بيتكلف بمهمة جديدة لكنه بيتصدم لما بيعرف ان هو المفروض يقتل هاري صاحبه. وبيكلم ناس من المنظمة عشان يتأكد، فبيقولوا له ان المعلومات صحيحة وان هو لازم ينفذ المهمة دي. فبيطلب منهم ان هو عاوز يقابل رئيس المنظمة واللي هو اسمه ساندر، فبيوافقوا. وتاني يوم بيجي في طيارة عشان يقابله، وارثر بيلفت انتباهه الخاتم بتاع الحارس الشخصي بتاع ساندر. فالحارس بيقول له ان هو اخده لما كان بقى بطل عالم في الملاكمة. وبعد كده ساندر بيتكلم معاه وارثر بيقول له ان هو مصدوم انهم عاوزين يقتلوا هاري. فساندر بيقول له ان هو كان في مهمة قريب وكان مكلف بيها 5 اشخاص، لكن الهدف قدر يهرب منهم والخمسة اتقتلوا بعدها. وبيوري له صورة واحد منهم اسمه سبيستيان، وبيقول له ان اكيد في جاسوس بينهم وان هو متأكد ان هو هاري، لان محدش كان يعرف عن المهمة دي اي حاجة غير هما الاتنين بس. وبيوري له كشف حساب بتاع هاري واللي بيكون متحول له ملايين كتير جدا الفترة الأخيرة. فأرثر بيقول له إن هو ممكن يتكلم معاه، فساندر بيقول له إن موت هاري ما فيهوش أي رجعة لأنه خطر على المنظمة. وبيسيبه وبيمشي، وأرثر بيروح البيت بتاعه وبيقعد يفكر هيعمل إيه في الموضوع ده. وبعد كده بنشوف هاري وبيكون في الشغل، وأرثر بيتصل بيه وبيعرفه إن رجالة ساندر جايين عشان يقتلوه، وبيقول له يهرب من المكان بسرعة ويفصل الكهرباء كمان. فهاري فعلا بيعمل كده والكاميرات بتفصل. وبعد كده بيروح الجراج بس بيتفاجئ وبيلاقي العربية متكسرة، وبيلاقي أرثر خارج له. وساعتها هاري بيكتشف ان هو مش بيساعده ولا حاجة لكنه عمل فخ عشان يخلص عليه هو بنفسه، وكمان عشان الموضوع يبان كأنه جريمة سرقة عربية مش قتل. فهاري بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب 3 رصاصات على باب العربية عشان يثبت قصة السرقة بعد ما بيدي المسدس لأرثر. فأرثر بياخده منه وبيقول له انت ليه ما قتلتنيش يا معلم؟ فهاري بيقول له ان هو لو انا ما متش دلوقتي ساندر برضه مش هيبطل يبعت ناس عشان يقتلوه، وان هو بيفضل ان هو يموت على ايد واحد صاحبه. فارثر طبعا ما بيجليش وبيروح ضربه بالنار وبيخلص عليه. وبيروح البيت وبيكون زعلان جدا من اللي هو عمله. وتاني يوم بيروح جنازته وبيشوف ستيف ابن هاري وبيواسيه وبيكون ماشي، فستيف بيقول له يوصله بيت ابوه. وبيروح وبيقعد يتفرج على الحاجة وبيقول له ان البنك هيحجز على البيت كله بسبب الديون اللي على ابوه، وبيقول له كمان ان هو هينتقم من اللي عمل في ابوه كده. وارثر بيكون حاسس بالذنب وهو بيسمعه فبيسيبه وبيمشي. وستيف بيقعد لوحده وبيسكر وبيمسك المسدس بتاعه وبيقعد يضرب نار في كل حتة. وبالليل وهو ماشي بيكون قاعد في العربية بتاعته فبيطلع عليه واحد وبيكون عاوز يسرقه. فستيف بيروح موقعه على الارض وبيقعد يضرب فيه وبيكون هيخلص عليه، لكن ارثر بيظهر فجأة وبيشيله عنه وبيخلي الراجل يمشي. وبيقول لستيف ان هو لازم يهدى شوية من العبط اللي هو بيعمله ده وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم ارثر بيكون خارج من السوبر ماركت وستيف بيجيله وبيقول له ان هو فكر في كلامه وان هو عاوز يشتغل معاه. فارثر بيقول له ان هو مش فاهم اي حاجة، فستيف بيقول له ان هو عارف هو بيشتغل ايه كويس.
وبيقول له كمان ان انا عارف ان ابويا هو اللي علمك كل حاجه انت عارفها. فارثر ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي، وبيروح عند مكان فيه مراكب كتير وبيكون عينه على مركب معين فيهم. فصاحب المكان بيقول له انا عارف ان انت عاوز تشتريها، ونصحه يفكر في الموضوع بجديه. فارثر بيسيبه وبيبتسم له وبيمشي. وبالليل ارثر بيفكر في موضوع ستيف وبيروح رانن عليه وبيقول له يقابله بكره في المكان اللي هو هيقول له عليه. وتاني يوم بيقابله في ملجأ للكلاب وبيحذره ان الانتقام هيخليه يموت بسهوله جدا، وبيشتري له كلب وبيقول له يربيه كويس ويروح بيه لكافيه معين كده كل يوم لمده ساعه. وكمان بيدربه ازاي يضرب نار بالاسلحه المختلفه، ومستواه كان بيتطور بسرعه جدا. وبعدها بنعرف ان البنك حجز على البيت بتاع ستيف، فبيروح يعيش مع ارثر. وبيروح الجراج بتاع ارثر وبيكون بيصلح العربيه بتاعته وبيعرفه ان هو بيصلح فيها بقاله سنتين. وبعدها ارثر بياخده وبيروح لشخص هو بيشتغل معاه وبيديله فلوس، واول ما بياخدها بيخنقه وبيخلص عليه وبيعلقه وكأنه انتحر. وبيقول لستيف ان هو كان عاوز يوريله هو بيشتغل ازاي، وبيروحه وبيديله ملف فيه تفاصيل المهمه الاولى ليه، وبيكون ان هو هيخلص على واحد اسمه بورك. وبيقول له ان هو قاتل محترف وبيقعد في القهوه اللي انت بتقعد فيها كل يوم، وبيعرفه ان هو بيحب الكلاب الصغيره جدا، وبيقول له كمان ان هو اخد باله منه وان هو عارفه. وتاني يوم ستيف بيروح يقعد على الكافيه وبورك بيروح له وبيتكلم معاه، وستيف بيقول له ان الفتره دي انا بتنقل كتير جدا عشان ما عنديش بيت. فبورك بيقترح عليه ان هو يروح يتعشى معاه النهارده. وبنعرف ان ارثر ادى لستيف سم عشان يديه لبورك ويخلص عليه. وبيروحوا فعلا وبيقعدوا يتكلموا، وستيف بيطلع السم عشان يحطه له في الاكل، لكنه بيغير رايه وبيقرر يقتله زي ما ارثر بيخلص على الناس اللي هو بيقتلهم. وبيروح رايح من وراه وبيحاول يخنقه بالحزام، لكن بورك بيروح شده ورزقه في الارضيه، وبيفضل يلعب بيه كوره في كل حته في البيت لحد ما ستيف بيمسك مفك وبيخبطه بيه. لكن بورك ما بيتاثرش وبيقعد يضرب فيه برضه لحد ما ستيف بيروح خبطه وبيوقعه على الارض وبيقعد يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه. وبيكون تعبان جدا وبيتكسر طبعا بسبب الضرب اللي هو كله، وبيفكر في الكلام بتاع ارثر وبيقرر ان هو هينفذ المهمات بتاعته باحترافيه اكبر من كده. وتاني يوم ساندر رئيس المنظمه بيتصل على ارثر وبيقول له ان مش هو اللي نفذ مهمه قتل بورك، وان مش هو ده اللي هم اتفقوا عليه. فارثر بيقول له ان اهم حاجه المهمه تتنفذ، وان الشخص اللي هو نفذ المهمه ده انا اللي مدربه. وبعدها ساندر بيقول له على مهمة تانية عشان يعملها، وبيكون الراجل ده. وارثر وستيف بيبداوا يجمعوا معلومات عنه، والراجل بيكون مسمي نفسه المسيح الجديد. المهم بيكون لامم فلوس كتيره جدا بسبب الموضوع ده، وبيقرروا انهم يحقنوه حقنه ادرينالين في القلب، لكن ارثر بيقول له انها ممكن ما تموتوش. فستيف بيروح قايل له ان الطاقم الطبي بتاعه هيروح عاتيله حقنه مضاده ليها وهتتحول سم وهيبان وكانه هم اللي قتلوه. فارثر بيعجبه الموضوع وبيروح عشان يراقبوا المكان ويعرفوا هم هينفذوا المهمه امتى. وبيلاحظ ان الراجل بياخد حقنه معينه كده ممكن تبطل مفعول الحقنه بتاعتهم. فارثر بيغير الخطه وبيخش عليه وبيحط له انبوبه في زوره لحد ما بيتخنق وبيموت. وبيكونوا هيتكشفوا لكنهم بيخرجوا في اخر لحظه، والحارس بيكتشف انه مات. فبينده على كل الحراس اللي موجودين في المكان، وبيكون في صاموله ستيف ما ربطهاش كويس، فبتقع واحد من الحراس بياخد باله وبيروح عشان يشوف لو في حد ورا الجدار ده. واول ما بيفكر يشيل الجدار ستيف بيضرب عليه وبيموته. فكل الحراس بيروحوا ضاربين عليهم، بس هما بيقدروا يستخبوا وبيحاولوا يخرجوا وبيقتلوا اي حد بيقابلوه في طريقهم لحد ما بيقدروا يطلعوا على السطح، وبيقعدوا يصطادوا فيهم واحد ورا التاني، وبيروحوا رابطين نفسهم بالحبال وبينطوا من فوق لحد ما بيوصلوا عند فتحه وبيخشوا فيها، وبينزلوا عادي جدا وسط الناس. وبيتفق مع ستيف انهم لازم يبعدوا شويه عن المكان ده، وارثر بيقرر يسافر. واثناء ما هو في المطار بيشوف واحد من الخمسه اللي كان مفروض ماتوا في العمليه بتاعت هاري، وبيمشي وراه وبيركب مع الاتوبيس وبيساله عن اللي حصل. فقال له ان ساندر هو اللي قال له يعمل كده، وقال له كمان ان هاري كان ضد العمليه. فساندر قرر ان هو يتخلص منه عشان كان هيعمل له مشاكل كبيره في المنظمه والحاجات دي، وكمان مع شركائه في المنظمه. فارثر بيقرر يخلص على الراجل ده، وبيقعدوا يضربوا في بعض، وارثر بيروح حدفه من الشباك بتاع الاتوبيس، وبيكون في عربيه جايه وبتدوس على وشه وبتخلص عليه. وبعد كده بيروح عند الراجل بتاع المراكب فما بيلاقيهوش ولا بيلاقي المركب، وبيلاقي الرجاله بتاعت ساندر جايين، فبيستخبى وبيروح طالع من تحت الميه وبيخلص عليهم كلهم. وبياخد من واحد منهم الموبايل وبيتصل على ساندر وبيعرفه ان هو هيخلص عليه،
وبيروح متصل على ستيف، فستيف بيعرفه ان رجاله ساندر موجودين هنا. فارثر بيقول له على مكان مسدس جنبه، فستيف بياخد المسدس وبيخلص عليهم. وارثر بيكون وصل وبيقول له يروح يجهز الاسلحه، وبيروح يدور على الحارس بتاع ساندر. وستيف بالغلط بيشوف المسدس بتاع ابوه في صندوق من الصناديق، وبيعرف ان ارثر هو اللي خلص عليه. وارثر في الوقت ده بيكون عارف مكان الحارس وبياخد ستيف عشان يروح له، وستيف بيكون مصدوم طول الطريق. وبعدها بيوصلوا على البيت بتاع الحارس، وستيف بيضرب عليه نار وبيسأله عن مكان ساندر، فطبعا ما بيرضاش يقول له. فبيروحوا جايبين عيلته، وارثر بيمسك بنت الراجل وبيهدده انه هيحط ايد بنته في المفرمه. ففينش برضه ما بيرضاش يقول له، فارثر بيروح حاطط ايد بنته في المفرمه، فبيروح قايل له، وبنكتشف ان ارثر خدعه وكان حاطط حته لحمه مكان ايد بنته. وبعدها ارثر بيتصل على ساندر وبيسأله هو خد كام عشان يخلص على هاري، فبيقول له ان هو خد 50 مليون، وقال له ان هو ممكن يديله 10 مليون مقابل ان هو ينسى الموضوع ده. فارثر بيقول له ان هو هيخلص عليه وان هو خلاص وصل له. فساندر بيبص في تليفونه وبيلاقي المكالمه من الاوضه اللي جنبه، لكن ارثر بيكون خدعه مش اكتر، وبيحط كاميرا في الجراج وبيمشي. وستيف بينفذ الجزء بتاعه من المهمه، وارثر بيخبط واحده من عربيات الحراسه بتاعت ساندر، وستيف بيخبط الثانيه. وبعد كده ارثر بيركب عربيه نقل كبيره وبيخبط العربيه اللي ساندر موجود فيها وبيقلبها، وبينزل هو وستيف وبيفضوا الخزن بتاعت الاسلحه بتاعتهم في ساندر وبيمشوا. وهنا طبعا بقى نخش على الحته المسليه، وستيف بيسال ارثر هم هيعملوا ايه الفتره الجايه. فارثر بيقول له ان احنا هنختفي باسماء جديده. وارثر بيشوف المسدس بتاع هاري مع ستيف وبيعرف ان هو عارف ايه اللي حصل. وبعدها بيقفوا في البنزينه، وستيف بينزل وبيوقع البنزين على الارض وبيعمل نفسه رايح يشتري حاجه، وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب على العربيه وبتنفجر وارثر جواها. وبعدها بيروح البيت بتاع ارثر وبيشغل مزيكا وبياخد العربيه وبيمشي، لكنه بيلاقي رساله جنبه بتقول له انت يا معلم لو بتقرا الرساله دي يبقى انت خلاص ميت. والعربيه بتروح منفجره، وكمان بيت ارثر بينفجر هو كمان. وبعدها بنكتشف ان ارثر ما ماتش ولا حاجه، وانه خرج من العربيه في اخر لحظه قبل ما تنفجر. وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الملخصات الجايه. سلام.